بص وانا ماشي لقيت ايه تقريبا ده مكان عالي كده الواحد بيطلع يتفرج فوق على المدينه كلها من فوق. هنطلع نشوف لاهاي تقريبا او دنهاج تقريبا هي المدينه او هي العاصمه الرسميه لهولندا، فيها البرلمان، فيها مقر الحكومه، فيها الوزارات، يعني كل حاجه رسميا او كل قانون بيطلع من هنا من لاهاي. ففعليا هي العاصمه، لكن دستوريا امستردام العاصمه. انا لقيت الحجر بتاعنا، استنى هوريكم الحجر فين وانتوا طلعوه بقى. بص دي الحجره كلها، المفروض ان هي في المنطقه اتش من هنا قول لحد هنا، هديكم مساحه واسعه. انا عايزكم بقى تطلعوا الحجر بتاع مصر، انا وريته لكم هناك رقم 53 اتش، هو حجر اصفر بين حجرين خضر. تعالوا اوريكم بقى الجمال ده. هو المحلات قفلت بس مش مهم، كنت عايز اصوره. هو المكان اللي احنا فيه ده اقدم سوق موجود في هولندا. اهلا بيك في المدينه رقم 3 في الدوله رقم 1 حول العالم. اهلا بيك في مدينه مختلفه من نوعها، فيها المعمار القديم زي ما انت شايف ورايا كده، وفيها المعمار الحديث زي برضو ما انت شايف ورايا كده. فيها الاثنين، فيها المتاحف وفيها الطبيعه اللي احنا بنحبها، فيها كل حاجه، فيها محكمه العدل الدوليه، فيها اقدم مبنى برلمان على مستوى العالم شغال حاليا لحد دلوقتي. اهلا بيك في لاهاي. هسيبكم من اول الفيديو هناك من عند القطر. النهارده مدينة جديدة، مكان جديد، مكان مختلف. أنا نفسي متحمس جدا أشوفه بسبب كلمة واحد صاحبي قالها لي. قال لي إن المدينة دي هي عامة مدينة في هولندا، قال لي تقريبا تشبه اسكندرية. فأنا بقى مش مقتنع إن في مدينة ممكن تشبه اسكندرية، فقلت أجي أشوف ويلا ناخدكم معايا في الجولة دي. وكالعادة هنبدأ المدينة منين؟ شاطر، من السنتر. فهنبدأ من السنتر. أنا دلوقتي وصلت، لسه خارج من محطة القطر، تلاقي محطة القطر ورايا، مش عارف هتشوفوها ولا لأ. هاخدكم معايا كده في جولة نشوف المدينة دي فيها إيه، ونطلع على البحر ونشوف البحر بتاعها أحلى ولا بحر اسكندرية. أنا لسه مقتنع إن اسكندرية أحلى، بس مش عارف بقى هغير رأيي ولا لأ. يعني لو حد زار المدينة دي يقول لي رأيه في الكومنتات. طيب المدينة دي بقى أنا بقى نفسي بس ساعات بتلخبط في اسمها. ليه؟ في ناس بتنطقها دنهاج، وناس بتنطقها دنهاغ آخرها خ، وناس بتنطقها دهيج، وناس بتقول عليها اصلا لاهاي اللي هو اسم ثالث خالص. فايه الصح؟ ما اعرفش بصراحه، بس انا بستسهل يعني اللي بيجي على لساني بأطلقه وخلاص، ما بحطش في دماغي. السنتر هادي شويه، او جايز عشان احنا لسه في البدايه. الفكره في ايه؟ الفكره ان النهارده حر ويكند، جو شمس شويه، بس انا جاي لابس جاكيت. ليه؟ لان لما نطلع على البحر هتعرفوا كمان شويه، يعني استنى الفيديو ده للاخر هتعرف انا ليه لابس الجاكيت ده. خليني بقى كده ايه الف الكاميرا وامشي معايا كده في الشارع شويه ونشوف ايه الدنيا. دي بقى من انا شايفها من احسن السنترز اللي موجودين. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان فيها شجر، الباقي ما بقاش فيه شجر. في شمس بس في نفس الوقت في ضله، فدي حاجه حلوه. نكمل بقى جولتنا في المدينه هنا. المدينه دي ليها قصه حلوه قوي، تعرف هي بدات ازاي ودلوقتي بقت ايه؟ هتنبهر. المدينه دي في البدايه كانت، ولا بقول لك ايه، استنى قدام شويه هحكي لك، استنى خليك معايا. وانا ماشي كده لقيت سمسال غريب، خليني اوريه لكم. هحكي لكم قصه المدينه واحكي لكم قصه جت منين وراحت فين، ودلوقتي هي ليه اسمها مدينه العدل والسلام وخدت اللقب ده خلاص اوريدي. ده احنا كله هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده. ده تمثال شكله غريب شويه. فكره المدينه فيها ترام بيمشي في وسط المدينه كده في السنتر زي اسكندريه، فتقريبا كده هتبقى اسكندريه بجد ولا ايه؟ هنشوف. ده تمثال 2 ورا بعض. ما تنساش بقى في الكومنتات، دلوقتي احنا لسه في الاول، فانا حابب افكرك ما تنساش في الكومنتات تقول لي انت عايز المدينه اللي جايه نصورها فين، في هولندا او بره هولندا، في اوروبا عموما. دلوقتي يعني احنا الفتره دي هنركز اكتر على المدن الاوروبيه، فما تنساش في الكومنتات تقول لي انت حابب انهي مدينه في اوروبا نروح نشوفها كده مع بعض. شايفين المكان اللي هناك ده اللي هو خلينا اقرب منه شويه، هتلاقوا مكتوب عليه فراي. ده المكان ده باركينج تحت الارض هنا في السنتر. تنزل بالعربيه بتاعتك من هناك كده، تنزل هو كيو بارك، تركن العربيه وتطلع. يعني الباركينج احنا دلوقتي ماشيين فوق الباركينج بالظبط، فدي حاجه يعني غريبه بس حلوه. شوف كل ما انت ماشي دلوقتي، طول ما انت ماشي هتلاقي فيه تماثيل في الشارع. ده اول انطباع انا واخده دلوقتي، طول ما انا ماشي بلاقي فيه تمثال قدامي. وطبعا ما تنساش احنا في هولندا يبقى فيه ايه؟ شاطر، عجل. ماشي، تعال احكي لك بقى القصه. زمان سنه 1230 تحديدا كان في كنت ده زي مثلا تقدر تقول الملك بتاع هولندا وقتها. كان في بحيره، هو عايز يشتري حته ارض كده ابنه يعرف يصطاد فيها براحته، فاشترى الارض اللي احنا عليها دلوقتي. هنروح دلوقتي هناك نشوف القصر اللي بناه. المهم ان اشترى المكان اللي احنا عليه دلوقتي
وبعد كده اتسمت دنهاج، او وقتها كان تقريبا باللغه بتاعتهم اسمها غابه الكونت او سياج الكونت. وده كان بيدل ان دل على شيء يدل ان هي كانت فعلا بدايتها بسيطه، هي كانت قريه صغيره. الراجل ده اشتراها، القريه دي هو اشتراها ليه؟ عشان كان جنب بحيره، فهو اشتراها وبنى فيها قصر عشان خاطر ابنه يعرف يصطاد فيها. دلوقتي القريه دي بقت دنهاج، مدينة العدل والسلام اللي احنا كلنا بنسمع عنها. تلاقي طول عمرك بتسمع مثلا يقولوا في الأخبار لاهاي أو محكمة العدل الدولية أو الحاجات دي كلها بتبقى هنا. يعني محكمة العدل الدولية هنروح نزورها إن شاء الله كمان شوية كده، مش هنعرف ندخل يعني، بس أنا هوريكم المبنى من بره. فدي بقى هي دي لاهاي. هو الراجل كان مشتريها قريه جنبه بحيره وكان بنى فيها قصر. هنروح نشوف القصر ده دلوقتي. شوف من قريه صغيره كان شاريها عشان يصطاد لدنهاج مدينه العدل والسلام. زي ما قلت في الاول ان هو النهارده سبت ويكند بقى، الناس بتبقى زحمه وقاعدين الجو شمس، والهولنديين عندهم طبع طالما في شمس على طول. انا قلت ده في الفيديو اللي فات، طالما عندهم شمس يخرجوا على طول على الشوارع، يقعدوا في الشوارع. بس يا سيدي دي كانت القصه. فقصه تسميتها جت من، هجيب لك الاسم بالظبط. هو الاسم وقتها بالهولندي كان حاجه، يا رب اعرف انطق صح، كان حاجه اسمها ديس خرافن هيج، او زي ما انا قلت غابه الكونت، او سياج الكونت. هو مكان هو اشتراه ومخليه لنفسه اللي هو الكونت ده، فعشان كده الاسم بعد كده اتقلبت لدهيج او دنهاج او لاهاي ايا كان. معرفش لاهاي دي قصه تسميتها ايه بصراحه، يعني محتاج ادور واعرف قصه تسميه لاهاي، ليه سموها لاهاي يعني مالها دنهاج؟ فدنهاج حلوه، ومالها والهولنديين بيقولوها دنهاغ، بس ماشي. بص وانا ماشي لقيت ايه تقريبا، ده مكان عالي كده الواحد بيطلع يتفرج فوق على المدينه كلها من فوق. هنطلع نشوفها، بس الاول اروح القصر. طب يا جماعه واضح ان انا محظوظ قوي، القصر اهو بس فيه ترميمات، يعني انا هوريكم كله ترميمات. ده ايه بقى يا معلم قصته؟ القصر ده بعد كده اللي هو كان بنيه عشان خاطر موضوع الصيد. شوفوا هو كبير قد ايه. دلوقتي بقى هو البرلمان الهولندي. هنا كل الحاجات القرارات اللي بتتناقش في البرلمان بتطلع من المبنى ده. ده يعتبر اقدم برلمان في العالم شغال لحد دلوقتي، بس للاسف ماليش حظ اشوفه. ان شاء الله ممكن يجي لي في مره تانية نصوره هو بس يعني فريل كده صغير اوريه لكم. كنت جاي والله متحمس ان انا اشوفه، بس الاول خلينا نطلع كده فوق. الناس دي بتطلع فوق تقريبا تشوف المبنى من فوق، فخلينا نطلع نشوف كده ايه الدنيا. هنطلع سلم طويل كده شويه، فانا ممكن اسيبكم في النص وبعد كده اقابلكم فوق. طيب يا جماعه طلعنا بعد معاناه. الدور كان بتاع السلم كان كبير قوي. بص بقى انا طلعت غلطان في حاجه. البرلمان طلع المبنى اللي ورايا اللي انا كنت بقول عليكم تحت اللي هو بيترمم ده المدخل. خلينا بقى نشوف البرلمان من هنا او القصر. يعني ده يعتبر زي ما قلت لكم ده كان القصر تقريبا، دي كانت البحيره اللي هو كان بيصطاد فيها. فزي ما انت شايف كده ده البرلمان ودي البحيره، او ده كان القصر ودي البحيره. بعد كده بقت البرلمان، وهو حاليا اقدم برلمان على مستوى العالم. الناس بيطلع منه قرارات والناس بتحضر فيه الجلسات والكلام ده كله، بتوع مجلس النواب او مجلس الشعب زي ما بيسموهم. يعني برلمان حاليا هو بيترمم. سلم طويله وتعبنا والله دي بقى كده دي خريطه المنطقه كلها. لكن لو جيت هنا مثلا رقم 1 تعالى هنا كده، ده The Hague Historical Museum اللي هو المتحف التاريخي بتاعهم. رقم 2 مارت هاوس، ده موزيوم برضه. رقم 3 ده محطة القطر. لقط كده الحاجات اللي احنا شايفينها من هنا، يعني هنا 1 لحد 9 والشرح بتاعها الناحية التانية. كل الحاجات دي احنا شايفينها من فوق. شايفين بقى العجلة اللي ورا اللي هناك دي هنروح لها كمان شوية، دي اللي على البحر. ده شرح بقى المنطقة اللي احنا فيها. يعني انت لو خدت بالك ده مبنى البرلمان، دي كده مباني كلها حواليه وشرح كل واحدة هنا. فهي يعني الحتة دي كلها على بعضها كده مكان معين للبرلمان. تعالوا بقى نشوف المنظر من هنا عامل ازاي. دي الساحة اللي قدام القصر، الترام برضو موجود فيها. يعني ده كده دنهاج من فوق تقريبا كلها، يعني 3/4 من فوق. هاخدكم معايا بجولة بقى وانا نازل. بصوا انا نازل ابص لقيت ايه في البحيرة. بص النافورة من هنا اقرب شكلها احسن حتى. دي معرفش دي اعلام ايه يعني بصراحة، في اعلام كتير تحت كده انا معرفش دي اعلام ايه، لكن المنظر حلو. واحد ممكن يجي يقف هنا يستمتع شوية بس ما يطولش، عشان السلم الطويل قوي ده عمال يتهز كده ويرقص والواحد ممكن يقع بيه مش عارف كده. ولكن المنظر جميل. هنطلع على البحر والمنظر اجمل. في ناس كتير جدا يعني رغم ان دنهاج او لاهاي من المدن اللي بصراحه نظيفه قوي وجميله قوي وسياحيه جدا، اللي مفيش حد بيصور فيها كتير. معرفش ليه يا جماعه، ما تيجي تصوروا هنا. خلاص ما تجوش انا صورت
ولكن هي مدينه حلوه تستحق ان الواحد يزورها ويتفسح فيها. مدينه بتجمع بين حاجتين، ما بين التراث، لان الملك من سنه 1230 كان عايش هنا، ففي حاجات اثريه كتير وفي متاحف كتير وبلا بلا 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 بلا، وفي الحاجات الجديده والمباني الجديده. فيعني لو شفت انت مثلا فيديو امستردام كله قديم، ولو شفت فيديو روتردام كله جديد. هنا بقى ميكس ما بين الاثنين، تلاقي المتاحف وتلاقي البيوت الاثريه القديمه، وفي نفس الوقت هتلاقي بيوت جديده وعمارات جديده ومباني حديثه شكلها جميل جدا جدا جدا. وفوق ده كله فيها بحر، يعني ليه ما تجوش البحر اللي هنا؟ جميله والله. يا جماعه انا نازل لقيت المعلومه دي، بيقول لك ان بين هوف او القصر اللي هو البرلمان ده اللي كان مصر زمان، المبني على مساحة 90,000. بص رقم 90,000 متر مربع، وفي 4,000 أوضة، مفيش واحدة فيهم شبه التانية. ده إيه الجمدان ده؟ ده إيه الجمدان ده يا جدعان؟ طيب خلينا نكمل في النزول. يعني أنا لقيت المعلومة دي قلت أوريها لكم يعني. وخرجنا. والجميل بقى ان الموضوع كله ببلاش، يعني مفيش فلوس. تعالوا بقى نتمشى تاني كده ونشوفه من الناحيه التانيه هيبقى عامل ازاي. دي البحيره بقى اللي هو الراجل كان بيجي يصطاد فيها واشترى الارض لابنه عشان يصطاد فيها. بصوا المبنى من هنا عامل ازاي، جميل. لا جميل جميل، يعني ده كلها كده حاجات حوالين القصر، يعني يا ريته حتى القصر نفسه، دي كلها حاجات حوالين القصر. 4,000 اوضه، يعني اكيد هيكون في مباني حوالين القصر. هيودي المساحه دي كلها فين؟ كل ده عشان يصطاد سمك؟ ماشي. طيب زي ما شايفين كده نيجي خلصنا البرج ورحنا على السنتر. تعالوا اوريكم بقى الجمال ده. هو المحلات قفلت بس مش مهم، كنت عايز اصوره. هو المكان اللي احنا فيه ده اقدم سوق موجود في هولندا. تلاقي حتى السطح بتاعه عبارة عن سقف زجاجي. بص على التفاصيل كده، بص على تفاصيل المعمار، تفاصيله جميل جدا جدا يعني. بص تفاصيله جميلة جدا، والمعمار بتاعه رهيب. انا عايزك تركز في اللي فوق ده. اقدم سوق موجود في هولندا، وبعد كده اتعمل كله. كان يعني ده كان اقدم سوق، كان سوق عادي زي الاسواق العادية. بعد كده اتعمل بقى المكان اللي انتوا شايفينه ده، اتبنى وبقى فيه محلات. فمكان سياحي يبقى هيبقى غالي، فصمم بالشكل الجميل ده. بقى منظر رهيب بصراحة، الواحد يمشي فيه ما يزهقش. والسطح بتاعه بص بقى دي. احاول اجيب دي كده. بص اسمه دي باساج، لو انا بعرف انطقه صح. ممكن يكون بالهولندي مثلا دي باساخ، ممكن، لان الجي عندهم خي مش عارف. انا بهبد في كل حاجه حتى الهولندي. يلا مش مهم. المهم ان انا لحقته، لان انا كنت حابب ان انا اتصور فيه. اتصورت فيه كام صوره حلوين كده. ده المهم. بعد كده اصلا مش عايز ادخل المحلات، انا مش مهم يعني. المهم ان انا اصور الجمال نفسه. عجبني فكره السطح الزجاجي ده، الشمس بتدخل والنور موجود بتاع ربنا كده. خلصنا كده اول مكان معانا، الا وهو البيننهوف او اقدم برلمان في العالم. هنروح دلوقتي المكان مهم جدا وناس كتير قوي عارفاه بس ما شفتوش قبل كده، او جايز يكونوا شافوه مش عارف. اكتب لي في الكومنتات شفته ولا لا. لاهاي تقريبا او دنهاج تقريبا هي المدينه او هي العاصمه الرسميه لهولندا، لان فيها البرلمان، فيها مقر الحكومه، فيها الوزارات، يعني كل حاجه رسميا او كل قانون بيطلع من هنا من لاهاي. ففعليا هي العاصمه، لكن دستوريا امستردام العاصمه. شايفين الفرق؟ فدي برضو حاجه معلومه مهمه قوي. وانا بتمشى دلوقتي لقيت تمثال جميل جدا، بس انا مستني الناس دي يخلص تصويره واوريه لكم. ده قصر ملكي، شكله جميل جدا جدا جدا. لو جيت بصيت هنا، ده التمثال اللي انا بقول لك عليه. التمثال ده شكله جميل قوي. ده تمثال مين بقى؟ اكيد مش ابراهيم باشا اللي عندنا يعني. اسمه والله ما اعرف اقراه. ما علينا، هو اسمه، لو حد يعرف ينطق اسمه يا جماعه انا صورته لكم. لو حد يعرف يقول اسم يقول. الراجل ده كان الحاكم هنا سنه 1845. ده التمثال، ولكن تمثال جميل يعني، تمثال حلو. ناخد الزاويه تحت قدام القصر الملكي ده. بس القصر ده متجدد، هو قصر ملكي ولكن هو متجدد. لا جميل 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 المكان ده. خلي بالك ده مكان عام، او دي حديقه عامه يعني. ده الناس قاعده بتاكل تلعب شطرنج. دي مسابقه الشطرنج، انا مش مشترك فيها. دول بيلعبوا شطرنج. طب والله جميل.
بص الاطفال بيلعبوا شطرنج ازاي. انا والله يعني مش عارف انه النهارده، بس يلا تمام. حلو. حد جاي منه دور؟ اللي جاي منه دور يقول، اللي قلبه جايبه وجاي يلعب معاه شطرنج يقول. انا مستنيك. لاهاي تقريبا هي يعتبر عاصمة السلام او مسمينها مدينة السلام في العالم. ليه عاصمة السلام الدولي؟ الكلام ده حصل امتى؟ في اواخر القرن ال19 كان قيصر الروسي، مش فاكر اسمه بصراحة، عايز يحل كانت اوروبا وقتها بقى في حروب ما بينهم ومن بعض، وكل واحد عايز ياخد حتة والكلام دوت. فجه الراجل قال لك لا، احنا عايزين نحل النزاعات دي ونقلل الاسلحة يعني نعيش في سلام شوية. فاختاروا لاهاي ان هي تبقى المدينه اللي يعملوا فيها الاتفاقيات والمفاوضات والكلام. من وقتها وبقت هي عاصمه السلام الدوليه. وهنا عشان كده اتبنت فيها محكمه العدل الدوليه وكل حاجه خاصه بالسلام على مستوى العالم اللي ما بقاش يتعمل بيه دلوقتي يعني. موجوده هنا يعني. استكمالا كده للي حصل في الحرب العالميه الثانيه. لو انت شفت فيديو روتردام، لو ما شفتوش روح شوفه عشان ما ازعلش منك. في الحرب العالميه الثانيه المدينه دي برضو اتدمرت، لاهاي اتضربت جامد، المانيا برضو ضربتها جامد، فجزء منها كتير اتدمر، وفي جزء هم شالوه بنفسهم علشان يبنوا دفاعات عسكريه ويقدروا يحاربوا من هنا، خصوصا ان هي موقعها على البحر استراتيجي. ولكن بعد ما الحرب خلصت والدنيا اتظبطت وكل حاجه بقت تمام، رجعوا بنوها من اول وجديد. عشان كده بقى فيها الحاجتين، وده السر، بقى فيها المعمار القديم والمعمار الحديث. الحاجات اللي اتدمرت اتبنت من اول وجديد، والحاجات اللي ما اتدمرتش فضلت زي ما هي محافظه على التراث بتاعها. بصوا يا جماعه، وانا ماشي لقيت ايه؟ علم مصر. وحشاني مصر والله، عايزه ان شاء الله انزل قريب. علم مصر منور في لاهاي. معرفش ده، انا بصراحه معرفش ده مبنى ايه، لكن لقيت اعلام كتير قوي، فببص كده لقيت علم مصر قدامي، قلبي اتفرح كده، قلبي ضحك كده. لا مصر وحشاني يا جدع. لقيت شجره شكلها جميل قوي، قلت لازم اوريها لكم برضه. لما بلاقي اي حاجه كده حلوه يبقى لازم اشاركها معاكم. بص يا سيدي على العظمه، اتفرج يا سيدي على العظمه. بص شجره حلوه قوي، شكلها حلو. وصلنا المكان اللي احنا جايين عشان نشوفه. المكان ده حلو قوي قوي قوي. بص العظمه. الشمس هتزعلنا صح؟ اتمنى ان الشمس ما تزعلناش. خلينا في مكان فيه ضل عشان اعرف اصور لكم. دي بقى محكمه العدل الدوليه. اي قرار بيطلع خصوص بقى اي حاجه تفهمينها تطلع من المكان ده. دي محكمه العدل الدوليه، تحسها من بعيد كده. بص قصر كده ملكي واخد وضعه. بص بقى وانا ماشي لقيت على الرخام مكتوبه كلمه سلام بكل اللغات. تلاقي في كل اللغات مكتوب كلمة سلام. لو جينا بصينا هنا تاني، اتمنى تكونوا شايفين كويس، ده محكمة العدل الدولية. كان تقريبا قصر وبقى العظمة دي، ولكن جميل. دي اسمها وورلد بيس فليم، او شعلة السلام العالمي. شعلة السلام العالمي. لو جيت بصيت هنا ان هي سنة 1000 من جولاي 1990 اتقادت الشعلة دي، والمفروض انها تفضل قايدة على طول بقى، يعني ده انا فاهم كده، علشان خاطر يحققوا السلام على مستوى العالم. لو جينا بصينا هنا تقريبا دي كل الدول الموجودة. خلينا ندور على مصر. طيب حد يدور معايا على مصر. ايجيبت، حرف ايجيبت ها. ايجيبت اتش 53 فين 53 بقى هنا. الفكرة ايه من المكان ده؟ الفكرة ان في كل واحد جاب من بلده وهو جاي حجارة او صخرة، لو انا فاهم صح يعني، حجارة او صخرة وحطها هنا في الشعلة دي. ودي ارقام الحجارة دي بتاعت الناس دي كلها. فين بقى مصر؟ فين 53؟ حد يدور معايا، لو حد شاف يقول لي. دي 35 دي. حدود مصر فين يا اولاد؟ مصر في الجزئية دي لونها ايه؟ هي بين اتنين لونهم اخضر، اكيد انا مش هعرف اجيبهم، ولكن هي دي. السنين لقوا الحجر بتاعهم. انا لقيت الحجر بتاعنا، بس انا هوريكم الحجر فين وانتوا طلعوه بقى. بص دي الحجره كلها، المفروض ان هي في المنطقه اتش، من هنا قول لحد هنا. هديكم مساحه واسعه. انا عايزكم بقى تطلعوا الحجر بتاع مصر. انا وريته لكم هناك رقم 53 اتش، هو حجر اصفر بين حجرين خضر. يلا طلعوه، خدوا سكرين شوت كده وقول لي بقى دي بتاعه مصر. انا قعدت ادور على جوجل مابس عشان اشوف مطعم سوري كويس. اهم حاجه ما نتخبطش بس من العجل، لان هم هنا ما بيهزروش والله، عارفهم انا. المهم ايه، لقيت مطعم قريب والتقييمات اللي عليه يعني كويسه. ناس كتير بتقول ان هو يعتبر احسن مطعم موجود هنا وبتاع، فهنروح نجربه. يا رب يكون هو اللي صاحبنا ده قال لنا عليه، لو مش هو بقى يبقى رزقي. ده في حي صيني هنا كمان، انا ما كنتش اعرف. بص الدخله
تحس ان انت دخلت كده احياء الصين الشعبيه. انا لسه ما رحتش، ان شاء الله نروح سوا مع بعض يوم من الايام. بس ايفن حتى الاناره اللي متعلقه تشبه اناره الصين شويه. حاسس كده ان الواحد ايه دخل الحي الصيني فعلا. حي صيني اللي يجيب مطعم شاورما سوري بقى فيه، مش عارف، بس ما علينا. بس في محلات صيني فعلا كتير، في مطاعم صينيه هناك. انا ما بحبش الاكل الصيني، ما بحبش السوشي، فعشان كده ماليش دعوه يبقى في حي صيني. لا ما فيش. احنا لو رحت الصين ان شاء الله في يوم، انا عايز اروحها لان الصين مش عشان الاكل طبعا، انتوا عارفين حوارات الاكل دي ايه. الصين بلد جميله، فيها طبيعه حلوه، فيها حاجات كتير جميله تتعمل غير الاكل طبعا. يعني الاكل ده اخر حاجه، وان شاء الله نروحها سوا مع بعض في يوم من الايام. خدكم معايا بالكاميرا الجميله دي ونطلع على هناك. الدنيا زحمه كده ليه؟ ما انا في الصين بقى. زي ما انتم شايفين كده، هي مدينه فيها تنوع ثقافي كبير قوي. يعني زي شايفين انا ماشي دلوقتي جوه الحي الصيني في لاهاي، وبعد كده لما تروح بره في السنتر هتلاقي، يعني وانت نازل من محطه القطر كده على طول هتلاقي عندك عمارات ومباني حديثه وعمارات شكلها جميل قوي. يعني مش سهله، مش وحشه، لا مش عمارات وخلاص، لا عمارات شكلها جميل جدا. فتدخل مثلا جوه شويه هتلاقي عندك السنتر بقى اللي هو البرلمان اللي احنا شفناه، واماكن اثريه كلها. وبعدين هنطلع على البحر ان شاء الله بعد ما نتغدى، هتشوفوا بقى بحر فعلا. ويعني تمشي كده هناك ناحيه هناك زي ما صاحبي قال لي، تحس نفسك ماشي في اسكندريه، تحس ان انت في مدينه مكسها غريب بس حلوه. طيب يا جماعه، يبدو ان انا ما كنتش محظوظ للاسف. لقيت المطعم تقريبا اتغير وبقى مكانه مطعم يمني، وانا بصراحه عايز اكل سوري، فمش جاي مني يمن النهارده خالص يعني. فلقيت في مطعم تاني قريب ان شاء الله الحقه، علشان انا لازم الحق الغروب على الشط. طيب يا جماعه، ما لقيناش ناكل شاورما، فعشان لازم الحق الغروب من هنا. المنظر من هنا خرافي، ما ينفعش يتفوت. فاضطريت ان انا اجيب اي حاجه كده كلها خفيف. بعد ما اخلص ان شاء الله تصوير اروح بقى ايه اتغدى براحتي. ليه بقى انا دخلت من المول ده؟ دي العاب عشان خاطر الاطفال وكده. انا دخلت هنا من المول علشان المنظر ده، بدل ما نلف من ورا دخلت على طول من المول، اختصرت الطريق. هنا ده الشط، ولكن هنطلع فوق ان شاء الله كده عند العجله الدواره اللي هناك دي. هنركب جوه السفينه دي كده، دي سفينه واقفه، يعني هي كانت سفينه زمان وبعد كده دلوقتي بقوا يستخدموها لاغراض السياحه والحاجات دي. فانا مش هنزل على الشط دلوقتي، انا عايز اطلع من فوق اوريكم المنظر، بعد كده ننزل على الشط على طول. طالعين دلوقتي على ظهر السفينه. طلعنا. هناخد تيمنوا، احنا نتيمن بقى. منظر خرافي. وليه بقى يا جماعه، شط اسكندريه احلى ولا الشط ده؟ دي كلها مطاعم وقعدات تحت، والشط مفتوح، اي حد نفسه يعمل اي حاجه ينطلق. بص الاطفال بيعملوا ايه. يلعبوا في كيدز اريا، وده كله شط طويل طويل ومليان ناس. بص المنظر، الشمس ضربة في المية عاملة منظر خرافي. الناس بتتمشى تحت غير جو، كل واحد بقى براحته يعني. اتمنى ما يكونش صوت الهواء خبط في المايك جامد، في هواء كده. احنا فوق في السفينة، احنا دلوقتي وسط البحر. انا هدخل قدام جوه، انا كده عديت الغريق زي ما بنقول في مصر يعني. وانتم شايفين المنزل تحت هوريكم، ولكن دلوقتي تقريبا في حركة جزر، فعشان كده البحر اللي جوه شوية جزر، هي مد وجزر، فده جزر. المفروض ان هو اخره بيكون فين؟ شايفين الاثنين اللي واقفين تحت دول؟ المفروض البحر اصلا او المية بتبقى لحد هنا، بس تقريبا عشان الجزر وكده فهو راجع لورا، ولكن في ايام تانية هتلاقيه طالع لحد هنا، يعني لحد الرملة دي. بس جميل جدا والله، سبحان الخلاق. العجلة دي الواحد يركب ويلف هيطلع يشوف تقريبا الدنيا كلها من فوق. عامل الناحية التانية بقى، انا زهقت من الناحية دي. الناحية دي احلى، الناحية دي الشمس فيها عاملة شغل خرافي. احنا لسه كده ما دخلناش، يعني مشينا حوالي 10 متر جوه البحر، بس لسه البحر جوه، السفينة كبيرة. هندخل بقى جوه للاخر. بص الموجة من هنا، الموجة هنا باينة قوي. بص الموجة، واو سبحان الله، سبحان الخلاق. دي اقرب نقطة ممكن نشوف فيها العجلة دي. بص الرقعة دي في ناس بتنزل تطلع تتعلق فيها فوق، وبعد كده بقى ينطوا وينزلوا كده. عايزين حد يعملها يا اخوانا، انا قلبي ما يجيبنيش بصراحة.
قلبي ما يجيبنيش لا. طيب نزلنا عند البحر بقى، المنظر ده نضحي عشانه، ما عنديش مشكله خالص، بس يلا زقوا معايا. بس لا يعني هنا المنظر خرافي. بس يا جماعه المنظر جميل 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 كده. انا اقتنعت اسكندريه احسن، ان الرمله تقيله قوي. وصلنا، هو لسه ما وصلناش قوي، بس المنظر من هنا يستحق ان احنا نقول وصلنا. بس انا ممكن اسيب لكم المشهد ده واروح. انت بترفع ايدك ليه يا اسطى؟ انت غرقان؟ انا ما زعلش رخيصه، بس كان لازم اقولها الاف حكم. بس الموجه عاليه، الموجه دلوقتي عاليه، عشان كده مفيش حد بيعوم. لا بحر اسكندريه احسن يا جماعه، لا مش مقارنه. لا الموجه حلوه، اي نعم هي عاليه شويه وتتعب اي حد. في ناس بقى عامله ايه كامبينج، في ناس جايبه كامب وبتاع وقاعده عشان خاطر الشمس، في ناس بتلعب فولي، بتلعب مع الكلاب بتاعتها. يعني لا المنظر حلو ومشجع ان حد يجي يغير جو ويقعد. يعني تغيير الجو جميله، لو حد ساكن هنا او حد ساكن قريب رهيبه. لو حد جاي سياحه ممكن تيجي تزور المكان ده. عاده غالبا الصبح بيكون مسموح بيه العوم، بس دلوقتي عشان الموجه عاليه. وبعدين انت شايف العلامه دي اصلا المفروض ان ده اخرك في العوم. يعني دلوقتي انت بتتخيل انت هتعوم بعد كده ايه؟ الدنيا هتبقى غريق قوي، فعشان كده مفيش حد دلوقتي بيعوم. بس غالبا لو جيت الصبح مثلا وحابب تيجي تعوم عادي. انا جيت قبل كده هنا وبشوف الناس الصبح بتيجي تعوم والدنيا زي الفل. يعني كيفك؟ منين؟ كردستان. تحكي عربي؟ احكي عربي. شو عليك؟ يوتيوب ولا شو؟ يوتيوب. شو اسمك؟ سيد عبد الهادي. اشتراك ولا لايك لا تنسى. قول لهم بقى. نجي كردستان. ان شاء الله على قريب. شكرا. زي ما شفنا في فيديو النهارده كده يا جماعه، لاهاي او دين هاك مدينه متنوعه، فيها التاريخ، فيها المعمار الحديث، فيها الحكم والسياسه، فيها محكمه العدل الدوليه، فيها كل حاجه قديمه وجديده، فيها كل حاجه حرفيا، حتى فيها بحر. مدينه فيها حي صيني، نسيت اقول لك ان فيها حي صيني. مدينه متنوعه جدا جدا جدا، انصح بزيارتها طبعا. تعالى لف وشوف واستمتع، تستمتع بيها. طب اكيد اكيد اكيد. بصوا السفينه من تحت اللي احنا ركبناها، بص بتبدا منين ده كله معاك لحد جوه، كبيره جدا عملاقه ما شاء الله. يعني دي كانت تقريبا سفينه او مبنى وهم بقى عملوه ظهره كانه ظهر سفينه، الله اعلم، ولكن جميل. بص العجله الدواره من هنا. العجله الدواره دي احنا شفناها واحنا هناك عند البينينوف، عند اللي هو البرلمان. شفنا العجله الدواره دي من فوق، مش عارف انا ساعتها انتوا ممكن يبان في الكاميرا ولا لا، ولكن احنا شفناها من فوق، بتبان من هناك. ده يدل على شويه ان احنا كنا على ارتفاع عالي. يعني عايز اقول لكم نصيحه في الاخر، جايز حد يكون حابب يسمعها، جايز لا، بس انا حابب اقولها. في بيتين شعر للمتنبي بيقول ايه بقى عمنا المتنبي؟ بيقول: اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير او صغير، في روايه ثانيه فطعم الموت في امر صغير كطعم الموت في امر عظيم. معناها ايه بقى البيتين دول؟ معناهم ايه؟ معناهم ان انت لو بتعمل حاجه او هتاخد مغامره، خد المغامره في حاجه تستاهل. زي مثلا عندنا بالمصري يقول لك ايه، ان سرقت تسرق جمل وان عشت شق قمر. فهي نفس الفكره، اللي هو ايه، غامر في حاجه تستاهل. ليه؟ لان انت كده كده هتموت. طعم الموت هنا هو طعم الموت هنا. يبقى خلي حياتك تستحق وتبقى حياتك ليها قيمه. انزل اعمل كومنت وقول لي انت عايز المدينه الجايه فين عشان خاطر نروح نصور فيها. والى هنا سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهايه الفلوج بتاعنا النهارده. ما تنساش لايك شير سبسكرايب، واعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك عشان تشوف الكواليس، لان انا ان شاء الله من الفيديوهات اللي جايه هبدا انزل الكواليس بتاعه التصوير. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.